انت عارف ان في القصه الاصليه لعلاء الدين، علاء الدين كان شخصيه فاشله وقذره لدرجه ان هو يوم زفاف الاميره خطفها وقضى الليل معاها غصبا عنها، وكان بيروح حمام الستات البلدي عشان يتجسس عليهم، وما كانش عنده جن واحد بيحقق له الامنيات ولكنه كان عنده اتنين. قصة علاء الدين اللي احنا شفناها في فيلم ديزني مستوحاة من كتاب ألف ليلة وليلة، اللي هو عبارة عن مجموعة قصص زي السندباد وعلي بابا، ومنهم طبعا الأشهر قصة علاء الدين والمصباح السحري. ولكن القصة الأصلية ما كانتش تنفع للأطفال، فعشان كده ديزني لما جت تعملها فيلم عدلت حاجات كتيرة جدا في الأحداث. فأنا هفكرك بالفيلم الأول سريعا، وبعدين هحكي لك القصة الأصلية الموجودة في كتاب ألف ليلة وليلة. الفيلم بيتكلم عن علاء الدين اللي هو شاب فقير، وكمان اتولد لقى نفسه يتيم، كان متشرد عايش في الشوارع وشغال نشال، وما كانش ليه صحاب غير القرد بتاعه اللي اسمه عبود. كان عايش في مدينه اغربه اللي بيحكمها ملك طيب، وما كانش عنده غير بنت واحده اسمها ياسمين جميله جدا، وكان نفسه ان هو يجوزها عشان يطمن عليها قبل ما يموت. ولكن ياسمين بعد خناقه معاه بتهرب بره القصر، وبتبتدي انها تتجول في الشوارع والاسواق بين الناس، وهناك بتقابل علاء الدين وبقوا اصحاب. ولكن الحراس بيقبضوا عليه، ولما هي بتسال جعفر اللي هو مستشار بتاع ابوها واللي بالمناسبه هو الشرير بتاع الفيلم، بيقول لها ان هم اعدموه، ولكن الحقيقه ان هو لسه عايش. وجعفر بيستعمل السحر بتاعه عشان يتحول لراجل شكله كبير في السن، وبيروح يقنعه انه هيوديه الكنز، وهو مش محتاج من الكنز دوت غير بس المصباح الموجود هناك. وطبعا جعفر بعد ما دخل علاء الدين الكهف بيسيبه هناك عشان يلاقي مصيره، ولكن علاء الدين بيستعمل المصباح اللي بيطلع له منه جن بيحقق 3 امنيات وبيخرج بره الكهف. وكمان طلب منه ان هو يحوله للامير علي اللي كان بيمتلك ثروات وخدم وغيره، وكل ده عشان بس يتقدم لخطبه الاميره. في البدايه الاميره ما بتكونش موافقه على الموضوع، ولكن بعد ما بتقعد معاه شويه بتبتدي انها تحبه وبتنجذب ليه. خد بالك ان هي دلوقتي مفكره ان ده الامير علي مش علاء الدين اللي هي معتقده ان هو خلاص اتعدم. جعفر بيقدر ان هو يسرق منه المصباح، وبيتحول بعدها لاقوى ساحر، وبيستعمل سحره عشان يكشف ان الامير علي هو نفسه علاء الدين. ولما بنكون خلاص فقدنا الامل بيقدر علاء الدين ان هو يضحك عليه ويحبسه بقى جوه مصباح، وبيخلص الفيلم وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات. طبعا دي قصه الفيلم، سيبك بقى منها خالص دلوقتي، وعايزك تركز معايا في القصه الاصليه اللي مليانه تفاصيل ما ينفعش ان طفل صغير كان يتفرج عليها. القصه بتبدا بشاب اسمه علاء الدين. الشاب ده كان فاشل، كان كسول جدا، وكان زي ما تقول كده قاهر امه وابوه عليه. وابوه من كتر حسرته على حال ابنه واللي وصل له الراجل مات. وبرغم كل اللي حصل ده علاء الدين برضه ما اتغيرش، فضل فاشل وكسول زي ما هو. اللي احنا شفناه ان احداث الفيلم كانت بتدور في منطقه الشرق الاوسط عند بلاد العرب، ولكن في القصه الاصليه الاحداث كانت بتدور ما بين مكانين هم افريقيا والصين. علاء الدين في يوم من الايام بيقابل عمه اللي بقاله سنين مفقود، وبيقرر ان هو هيعزمه على العشاء النهارده. ولما بيقعد معاهم ويتكلم وبيعرفهم هو شغال ايه، امه بتبقى خلاص بتبكي من حسرتها لان كده بقى عندها 2 فاشلين. ولكن عمه بيقول لها ما تقلقيش، من النهارده ابن اخويا ده انا هاخده واشغله معايا، هشتري له فرش في السوق وهحط عليه البضائع بتاعتي وهو اللي هيقف يبيع. وتاني يوم فعلا عمه بياخده السوق وبيجيب له لبس انضف واشيك، وبيبتدي ان هو يوعده بالثراء. ولكن بعدها بيتمشوا شويه على اكتر من العاده لحد ما بيوصلوا عند مجموعه جبال، وهناك بقى عمه بيقول له دلوقتي انا هوديك لمغاره هتلاقي فيها كنوز كتيره جدا ممكن تبقى بتاعتك. وبيطلع مسحوق سحري وبيحدفه على النار، وهنا بنشوف ان النار كلها بتختفي وبيطلع مكانها باب. فبيفتح الباب ويقول علاء الدين انت هتنزل هنا، واهم حاجه تلاقيها لي تحت هي المصباح، وباقي الكنوز التانيه انت ممكن تحتفظ بيها. ولكن اللي احنا ما نعرفوش ان عمه ده اصلا مش عمه، ده مجرد واحد بس منتحل شخصيه عمه، وده هو الشخصيه الشريره اللي استوحوا منها جعفر في الفيلم زي ما شفنا. فبعد ما ضحك عليه ووعده بالكنوز عرفه مكان الافخاخ الموجوده تحت والطرق، وكمان اداله خاتم سحري عشان لو حصل ان هو وقع في مصيبه تحت يعرف ينقذ نفسه. علاء الدين بينزل وفعلا بدون اي مجهود بيقدر ان هو يوصل للمصباح. فوهو طالع بيتسلق من الحفره عمه بيقول لي ناولني المصباح، فعلاء الدين بيقول له طب شد ايدي طلعني الاول. الاتنين بداوا يتجادلوا مع بعض وبداوا يزعقوا، وعمه راح متعصب عليه وراح هابد الباب في وشه، وعلاء الدين وقع تحت وفضل محبوس جوه المغاره لان عمه قبل ما يمشي جاب التراب السحري اللي كان معاه وحدفه على الباب واخفاه تاني. وفضل علاء الدين تحت لمده يومين من غير اكل او شرب.